العربيات الكهربائية مختلفة في حاجات كتير، وكمان مختلفة لما تيجي تعمل حادثة. السؤال بقى، هل ده كويس ولا حاجة وحشة؟ كلنا شفنا وقضينا وقت كتير قوي بنتفرج على حوادث العربيات. عادة الفيديوهات دي بتكون من معهد تأمين للسلامة على الطرق السريعة في أمريكا، هو المكان اللي بيحدد مين اللي يستحق جائزة الأفضل للسلامة. وعلشان يختبروا العربيات الكهربائيه كانوا محتاجين يعملوا تعديل، كان لازم يختبروا الاجهزه اللي هي بتزق العربيه من تحت ويشوفوا هي هتقدر فعلا تستحمل اوزان ممكن توصل ل 4 طن للعربيات الكهرباء، وتزق العربيه على الطريق لحد ما تخبط في جدار اسمنت. وده لان العربيات الكهربائيه وزنها تقيل جدا، وعندك الهامر اي في وزنها بيوصل لاكتر من 4 طن، والاي كيو اس من مرسيدس وزنها بيوصل ل 2.7 طن، والاي دي 4 من فولكس فاجن تقريبا 2 طن. حتى موديل 3 من تسلا اللي هي حتى سيدان مش اس يو في وزنها ممكن يوصل 1.8. فاوزان العربيات الكهرباء لقيناها اعلى بكتير من اوزان العربيات المعتادين عليها. لحد 2022 كان متوسط وزن العربيه 1.9 طن. علشان يختبروا الاجهزه بتاعتهم جابوا عربيات قديمه حملوها باوزان كتيره جدا علشان يقدروا يوصلوا لوزن العربيات الكهرباء، ويختبروا الاجهزه دي هتنفع ولا لا، وهتقدر تسحب الوزن ده كله وعلى سرعات عاليه مثلا زي 40 كيلو متر في الساعه وهتخبطوا في الحيطه في الاخر. واختبارات التصادم للعربيات الكهرباء هي الاختبارات لعربيات البنزين، تصادم امامي، تصادم جانبي بانواع مختلفه، اختبارات قوه سقف العربيه، وبيشوفوا بعد كده ازاي جسم العربيه بيقدر يحمي الركاب جوه. ومعهد الاي اتش اس ده بيعمل الاختبارات دي على سرعه تقريبا 65 كيلو متر في الساعه. الضرر اللي انت بتشوفه في الفيديوهات دي كلها بيحصل على السرعه القليله دي، تخيل بقى اللي ممكن يحصل على سرعات اعلى من 65 كيلو متر في الساعه على طرق سريعه. خلينا ناخد بالنا واحنا سايقين لان الموضوع خطير جدا. الاخبار الحلوه، العربيات الكهرباء بتبان انها بتخلي حوادث التصادم اكثر امانا على حسب موقعك فين في الحادثه. لو كان موقعك في العربيه الاتقل وفي الغالب اللي هي العربيه الكهرباء، هتتعرض لرد فعل اقل من العربيه الاخف في الحادثه، وعربيتك مش هتتحرك بسرعه كبيره بسبب التصادم، وده معناه ان جسمك جوه الكابينه اقل عرضه للارتجاج. بس اكيد قريب بعد كده هنشوف عربيات كهرباء بتخبط بعض، ساعتها بقى هنشوف النتائج عامله ازاي. معهد اي اتش اس اعلن ان الحوادث اللي ما بين 2011 لحد 2019 بتبين ان معدل الاصابات بين السائقين والركاب في العربيات الكهرباء اقل بحوالي 40% من العربيات التقليديه. طب بالنسبه للبطاريات والحريقه اللي ممكن تكون بعد الحادثه، المعهد قال لمجله كونسيومر ريبورتس ان لحد دلوقتي ما حصلش اي تسريب حراري لاي عربيه كهرباء هم اختبروها او حريقه، بس هم قالوا برضو ان عدد العربيات الكهرباء اللي هم اختبروها بالنسبه للعربيات اللي في العالم الحقيقي قليل جدا. وبالرغم من العناوين اللي احنا بنشوفها عن العربيات الكهرباء اللي اتحرقت سواء كان في حادثه او بسبب مشكله في التصميم، الحرائق بتحصل في كل انواع العربيات اذا كانت كهرباء او بنزين. المعهد عمل مقارنه بالنسب الحرائق بين العربيات الكهرباء والبنزين في الحوادث ما بين 2009 و2014، ولقى ان النسب كانت متقاربه جدا. لو بتفكر تجيب عربيه كهرباء وعايز تعرف هي امنه ولا لا، فالاجابه غالبا ايوه. لو كنت جوه العربيه الكهرباء عندك وزن تقيل في صفك بيمنع ان العربيه تتقلب. غير كده العربيات الكهرباء كلها حديثه وبتبقى مجهزه باعلى تكنولوجيا لمنع الحوادث. اما بالنسبه لمعدل الحرائق في الحادثه اللي فيها وفيات فهو تقريبا زي العربيات البنزين. انا محمد الصاوي واحنا هنا في اينوكس. لو عايز تعرف اكتر عن عربيات الكهرباء اعمل لنا فولو ولايك وسبسكرايب.